بعد ما عملت معاكم بسبوسة الحلواني بالطريقة العادية وكتير جربوها وشكروا فيها، النهاردة هعمل لكم البسبوسة المكرملة وازاي نطلع لونها ذهبي مظبوط من غير طعمها ما يمرر، ونقدر بالطريقة دي نهديها لكل اصحابنا وحبايبنا. يلا بينا نبدأ. في الأول كده بسم الله. هنحتاج ربع كوباية مية وكوباية سكر. احنا هنبتدي بالسكر نكرمله على النار، علشان كده احتاجنا ربع كوباية مية ندوب فيهم السكر، ولازم هنا النار تكون هادية جدا. مع السكر والمية هنحط معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، وعلشان العسل مش هيدوب بسهولة فاحنا هنحط المعلقة بس كده مع المية والسكر، وهنسيبها والحرارة لوحدها هي اللي هتسيح العسل. ثواني بسيطة وهنلاقي ان العسل داب خالص والمية بدأت تغلي والسكر بدأ يعمل رغوة. هنا لازم النار تكون هادية جدا. لو لاحظنا ان الحروف بتاعة السكر من بره اخدت لون دهبي بسرعة، نهدي النار اكتر واكتر، وهنسيبها على نار هادية من غير تقليب خالص لحد ما الرغوة دي تبتدي تاخد اللون العسلي البسيط ده. هنا نقدر ان احنا نحرك السكر بالشكل ده، ونقدر بعد كده ان احنا نقلب مفيش مشكلة، لكن في البداية مفيش داعي ان احنا نحط معلقة ونقلب خالص. نيجي بقى لأهم خطوة، ان احنا نحط باقي الاضافات اول ما السكر يعمل الرغوة وياخد اللون العسلي الفاتح ده. ما تخليش اللون الذهبي العسلي الفاتح الجميل ده يبقى غامق، لان لو غمق شوية كمان عن كده الطعم مش هيبقى طعم كرملة حلو، هيبقى فيه مرارة شوية. فاول ما اللون يبقى بالدرجة المظبوطة دي، هننزل هنا بكوباية حليب. هننزل بيها بدرجة حرارة المطبخ، مش لازم تبقى سخنة او ساقعة جدا من التلاجة. بس هنا لازم واحنا بننزل بيها ننزل بشويه صغيرين الاول ونبعد ايدينا، لان اول ما بنحط حبه صغيرين بيحصل فوران وبيطلع كميه كبيره من بخار الميه، فلازم نبعد ايدينا لحد ما نخلص الكوبايه كلها. يعني بننزل الكوبايه كده على مرتين ثلاثه. هنلاحظ طبعا ان السكر عمل كتله كبيره بالشكل ده. هنسيبه ثواني بسيطه هيفك مع الحراره وهيدوب. بعد كده هيبقى معانا مقدار نص كوبايه سمنه. اول ما بننزل باللبن ونحس ان الفوران بتاع اللبن هدي، بننزل بنص كوباية السمنة. وهنا هنسيب السكر مع السمنة على نار هادية برضو لحد ما السكر يدوب، ونتأكد ان السكر خلاص داب ومبقاش فيه اي كتل. لو لاحظنا هنا ان الحليب عمل كتل بسيطة، فدي حاجة مش مقلقة خالص، نكمل عادي ومش هتأثر خالص في الوصفة بتاعت النهاردة. هنا السكر معايا داب تماما، مفيش اي كتل نهائي. اشيله من على النار واركنه على جنب واسيبه يهدى شويه من الحراره الزايده اللي فيه. هنا جبت الصينيه اللي هي مقاس 30 ودهنتها دهنه بسيطه بفرشه سمنه، وجبت الكيس الحراري علشان انا هفصل طبعا البسبوسه عن الصينيه، لان انا هحطها في طبق حلواني وهادي بيها، فانا محتاجه ان انا ارفعها من الصينيه، فعلشان كده استخدمت الكيس الحراري. وطبعا انتوا شفتوا معايا الخطوه دي قبل كده كتير. بعد كده هندهن وش الكيس بمعلقة سمنة ونوزعها بالفرشة ونركن الصينية على جنب ونعاير مقدار الدقيق. النهاردة انا هعاير معاكم مقدار النص كيلو دقيق سميد، علشان كتير قوي سألوني هو بيعاير كام كوباية. مج الشاي اللي حجمه ده، طبعا عندنا في اغلب البيوت المج ده نص كيلو بيعاير 3 كوبايات، اللي هو مج الشاي الازاز. لكن في حجم اقل من كده شوية واكبر من كده شوية، فانا جبت لكم المج المظبوط اللي هو بيعاير 3 كوبايات، وهوريكم اللي اصغر منه شوية. المج اللي اصغر من ده شوية بيعاير 3 كوبايات ونص. ده الحجم المظبوط جدا، النص كيلو بيعاير 3، لكن الحجم ده هيعاير معايا 3 ونص. بعد كده هنزل على دقيق البسبوسة او دقيق السميد بنص كوباية من جوز الهند، اللي هو تقريبا 4 معالق كبار مليانين، وممكن نستخدمهم 3 او 2 او معلقة واحدة لو حبينا. ممكن نستغنى عن جوز الهند لو احنا مش بنحبه. بعد كده هجيب الخليط اللي احنا كرملناه من شوية، انا سبته يهدى من الحرارة اللي فيه. احنا نقدر نستخدمه هو دافي او هو بارد، لكن مفيش داعي ان احنا نجيبه بين على النار وهو بيغلي وننزل بيه على دقيق السميد. الخطوة دي ممكن ما تظبطش معاكي خالص، فبلاش منها. هنسيب الخليط لحد ما يبقى دافي او يبقى بارد وننزل بيه على الدقيق. وهنا طبعا الخليط فيه لبن وفيه كمية بسيطة من المية، فاحنا هنا لازم نقلب تقليب بسيط، مفيش داعي ان احنا نقلب كتير او نعجن. خلاص كده حسينا ان السوائل اللي ضفناها على الدقيق اتشربت، ناخد خليط البسبوسة وننزل بيه على الصينية اللي هي مقاسها 30. طبعا انتوا شايفين خليط الكرملة هو واخد لون ذهبي، فلما حطيناه على الدقيق الدقيق اخد نفس اللون. يبقى كده قلب البسبوسة وهو ني واخد لون ذهبي حلو قوي. فلما تستوي البسبوسة هتبقى واخدة لون ذهبي حلو قوي من جوه،
والقلب بتاعها كمان. بعد كده هساوي وش صينية البسبوسة بظهر المعلقة، وهحط مكسرات، ونقدر نعملها سادة وممكن نحط اي نوع مكسرات احنا بنحبه. كده خلاص البسبوسة بقت جاهزة. هدخلها فرن سخن مظبوط على درجة حرارة 200، وهحط الصينية على الرف اللي في النص، والنار عندي شغالة من تحت بس. والبسبوسة في الفرن. انا هحضر الشربات، وزي ما اتفقت معاكم بقالنا فترة بنزود مقدار الشربات شوية علشان في اختلاف في انواع دقيق السميد. في انواع بتاخد شربات زيادة وانواع لا. فمقدار الشربات معانا كوبايتين الا ربع سكر وكوبايتين ونص مية. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، وهحط نقطتين تلاتة كده من الليمون، مش اكتر من كده. وممكن نلغيه خالص لان شربات البسبوسة مش بتحط له ليمون، بس انا احيانا ممكن احط نقطتين تلاتة. هرفع الشربات على النار. النار في الاول عالية. اول الشربات ما يغلي النار بتكون هادية زي ما شفتوا كده، وهسيب الشربات 5 دقايق. اخر حاجة هحطها كيس فانيليا. والشربات انا بحطه قبل البسبوسة ما تطلع من الفرن بحوالي 7 8 دقايق. وما تسيبيش الشربات كتير على النار علشان ما يعقدش ويتقل. احنا عايزين شربات البسبوسه يكون خفيف. كده جاهز معايا. بشيله على طول اول ما بطلع الصينيه من الفرن. وزي ما انتوا شايفين لون الصينيه واخد لون ذهبي جميل جدا مظبوط. الصينيه القمر دي قعدت معايا في الفرن 25 دقيقه. البسبوسه المكرمله بتاخد وقت اقل في التسويه من البسبوسه العاديه. اول ما بتطلع وهي سخنه الشربات، طبعا انا عملته في اخر وقت، شربات سخن جدا. ببتدي اسقي، وزي ما خدتوا بالكم اول ما بحط شويه من الشربات البسبوسه بتتشربها على طول. وده معناه ان البسبوسه بتاعتنا ناجحه، وان شاء الله تطلع طريه وممتازه جدا. بعد ما البسبوسه اتشربت حطيتها على صينيه وقلبتها علشان هشيل الكيس الحراري، وهحطها على طبق الحلواني لان زي ما قلت لكم كده ههادي بيها. فالطريقة دي سهلة وبسيطة، وإن شاء الله النتيجة تطلع ممتازة لو جربتوها. بس أهم حاجة خلوا بالكم من درجة كرملة السكر. كمان مقدار الشربات لما نزوده شوية وإحنا بنعمله زي ما زودنا كده ربع كوباية سكر ونص كوباية مية. هنا البسبوسة ممكن تاخد كفايتها، ولو فضل شوية شربات زيادة مفيش مشكلة خالص. لكن خسارة إن إحنا نفقد المقادير كلها. البسبوسة عندي بقت جاهزة. أول ما بتبرد بغطيها وبقدمها. وأحلى بسبوسة مكرملة طعمها لذيذ وطريقتها سهلة، وإن شاء الله لما تجربوها تعجبكم جدا. والسلام عليكم.